24 اكتوبر 2021 بعد ما اعلن الدكتور رضا عبد الحليم عن اكتشاف ابو الهول الثاني. بدأ الدكتور رضا عبد الحليم يقول شويه تصاريح ويقول ان تمثال ابو الهول الثاني هو عباره عن صخره كبيره ملهاش اي ملامح لكن بتشابهها تماما في المقاسات والقياسات. وقال الدكتور رضا عبد الحليم ان الصخره دي كان معتقد من زمان ان هي هتبقى تمثال ابو الهول الثاني، لكن الموضوع ما كانش فيه اي كلام وقتها. لكن الموضوع لما بدأ يتفتح بدأ يدور حوالين الموضوع وبدأ يستكشفه. طب كده تمام، ايه اللي يثبت ان الصخره دي هي ابو الهول الثاني؟ اول حاجه جابوا مهندس علشان يقيس مقاسات الصخره دي، وطلع طولها 73 متر وعرضها 19 متر وارتفاعها 20 متر. ولو جيت بحثت عن مقاسات واطوال ابو الهول هتلاحظ ان نفس المقاسات دي هي مقاسات ابو الهول. وتاني دليل ان لو رجعنا للوحه الحلم اللي موجوده بين حوافر ابو الهول هتلاحظ ان التمثالين بيبصوا عكس بعض، وده اللي موجود فعلا. الصخره الجديده ما بتبص عكس تمثال ابو الهول. ده دليل كمان يثبت ان الصخره دي هي تمثال ابو الهول الثاني. طب لو ده فعلا تمثال ابو الهول الثاني، ليه راسه مشوهه للدرجه دي؟ الحقيقه في كلام بيقول ان تمثال ابو الهول الاساسي